هو امتى ينفع نشيل التي في الكلام؟ يعني كلمه زي كلمه وينتر، هل ينفع لو قلت وينر ولا هتبقى غلط؟ سايلنت تي. عشان تشيل التي براحتك، تنطقها وما تنطقهاش براحتك، فلازم 3 شروط، وده طبعا مختلف تماما عن كلمه كاسل مثلا. مفيش حاجه اسمها كاستل او كاسل، هي كاسل بس. احنا النهارده هنتكلم امتى تشيل التي براحتك وامتى تحطها برضه براحتك. الشرط الاول، لازم يكون قبل التي صوت الان او حرف الان، زي كلمه وينتر في هنا ان قبلها. بس هل ده يقول لك 100% تنطقها سايلنت ولا لا؟ لا لسه، لازم نروح للشرط الثاني. الشرط الثاني بيقول لك ان لازم بعد التي يكون في صوت متحرك، قبلها في الشرط الاول ان وبعدها صوت متحرك. وينتر لو بصينا عليها نلاقي برضو عادي جدا في صوت متحرك اللي هو الاي. جميل جدا. نيجي للشرط الثالث. الشرط الثالث والاهم ان لازم التي ما تكونش في ستريس سيلابل. طب يعني ايه اصلا؟ اي كلمه في الانجليزي فبتتقسم لمقاطع سيلابلز. فكلمه مثلا زي كلمه كات، كور، شيرت، كل الكلمات دي بتبقى مقطع واحد بس. الكلمات دي لها مقطعين او 3 مقاطع فبتتقسم لمقاطع، ولازم مقطع واحد بس، سواء 2 او 3 او 4 او 5 في الكلمه الواحده يبقى عليه مقطع ستريس، مقطع عليه الهيمنه الكبرى في الكلام. لو بصينا عربي احنا ما عندناش الموضوع ده، بس في لغه الناس الانجليزي مهم جدا انك تعرف فين المقطع اللي عليه ستريس، عشان انت لو نقلت الاستريس ده من مكان لمكان تاني او من مقطع لمقطع تاني جنبيه الكلمه كلها تتغير او معالمها مش هتبقى واضحه. فلازم ده جزء من نطق الكلمه الصح، زي ما بنقول كده نور البيان عندنا، انك تنطقها صح، انك تحط ستريس في مكانه، وده طبعا معروف عن السماع او انك تشوفها في قاموس فين الستريس سيلابل. فكلمه زي وينتر هي متقسمه لمقطعين، المقطع الاول وين والمقطع الثاني تر. المقطع اللي عليه ستريس تتوقع فين؟ على وين، وينتر. فكده الكلمه دي ينفع تقول winner وتبقى صح جدا. اسمع كده. especially before the winter season hits. During the winter of that year. أمثلة تانية. 20 هتبقى 20. طب ليه؟ مع إن في واي في الآخر. الواي هنا بتعتبر صوت متحرك، مش هنعتبرها كحرف ساكن. إحنا بنبص على الصوت نفسه فطلع صوت الإي، فبقت صوت متحرك فتبقى 20 هتبقى 20. نفس الفكرة كلمة 90. هتقولي طب 90 NINETY، ما هنا في إي قبل التي مش إن. هقول لك الإي سايلنت مش بتنطق اصلا، فاعتبر 90 اخر صوت ان ساوند هو اللي قبل التي. We've actually worked there now over 20 seasons. 99. هتظهر لك امثله كتير قوي دلوقتي على الشاشه. disappointing هتبقى disappointing. Other parts are disappointing. identify and identify advantage advantage of. هنتكلم دلوقتي عن التي هتيجي في مقاطع هتكون هي ستريس سيلابل ومستحيل تشيل التي ساعتها. زي مثال interrogate، فهنا التي جت في ستريس سيلابل interrogate، هنا الستريس سيلابل، فما ينفعش تقول interrogate، هيبقى نطقها غلط تماما. I don't interrogate. كلمه زي كلمه برضو انت تترجم interpret، ما ينفعش تقول interpret. Easy to interpret are better understood. كلمه زي intact ما ينفعش تقول enact. But most memories should remain intact. كلمه زي intensive ما ينفعش تقول intensive. كل دول يتحطوا في كاتيجوري ان هم اصوات التي جت في مكان stressed syllable، فمش هينفع تتشال. بس كده، شكرا جدا. اقفل